هو السبب ديال الاحداث ديال البارح. ولكن قبل من داك الشيء خصكم تفهموا انه المغاربه عندهم جوج القضايا بمثابه قضيه واحده في القلب ديالهم، هي القضيه ديال الصحراء المغربيه والقضيه ديال الاخوان ديالنا في فلسطين، القضيه الفلسطينيه. دونك اللي وقع هو انه البارح كان واحد الماتش ما بين اجاكس امستردام وما بين الفريق ديال مكابي. المشجعين ديال مكابي ديبلاصاو لهولندا، جاو مؤمنين، الشرطه الهولنديه امنتهم بطبيعه الحال، والدليل هو انه كانوا وسط المدينه كيشربوا تياكلوا. اكثر من هذا منهم كاع اللي طلع لواحد الدار ديال هولندي حيت كان كيصحابهم الناس ديال المغربي، هذيك الدار ديال هولندي حيت كاين بزاف ديال الهولنديين اللي كيتعاطفوا مع القضيه الفلسطينيه. فوحدين من المشجعين ديال مكابي طلعوا لديك الدار وحاولوا ينزلوا داك الدرابو ديال فلسطين، ولكن بما انهم كانوا مؤمنين من طرف الشرطه الهولنديه فما داو معاهم حتى شي واحد، في انتظار انهم يمشيو للملعب ديال امستردام اللي جا خارج من المدينه، وهما كانوا كيتمشاو بكل حريه في وسط العاصمه امستردام. هذا الحدث الاول. ولكن الحدث اللي خلى دوك الاحداث ديكلونشا هو الحدث اللي وقع مع واحد المغربي بسبب القضيه الفلسطينيه، حدث اللي وقع مع المغربي في الطاكسي بالمناسبه. فوحدين من المشجعين ديال الفريق ديال مكابي طلعوا في واحد الطاكسي اللي الشيفور ديالو مغربي، مولاه مغربي. تعرفوا كما قلت لكم المغاربه عندهم واحد القضيه مهمه في القلب ديالهم هي القضيه الفلسطينيه. فتزايدوا في الهضره، المغربي لما قال لهم بطبيعه الحال تحيا فلسطين تزايدوا في الهضره وتعداو عليه، الشيء اللي خلى ذاك المواطن المغربي، حنا كنعرفوا كاين عدد كبير ديال المواطنين المغاربه بطبيعه الحال وعدد كبير ديال المسلمين في هولندا، الشيء اللي خلاه انه يمشي لمخفر الشرطه الكوميساريه ديال البوليس باش يدير شكايه ديالو ويقول لهم فوالا انا راه تعرضت للاعتداء من طرف واحد المشجعين بسبب تحيا فلسطين. لما مشى للكوميساريه ديال البوليس فالشرطه الهولنديه ما قبلاتش الشكايه ديالو ورفضت انها تستقبلو وما بغاوش يحرروه بطبيعه الحال ذاك المحضر. لما خرج ذاك المغربي اللي هو مول الطاكسي خرج من المحفر تواصل مع واحد العدد ديال الشفر ديال الطاكسيات تما وقال لهم شنو وقع. ومن هنا بطبيعه الحال القضيه كبرات وناضوا مظاهرات كبيره في الشوارع ديال العاصمه الهولنديه امستردام. ومن هنا بطبيعه الحال كل شيء ديكلونشا بسبب واحد المغربي والتضامن ديالو والحب ديالو والغيره ديالو لمن للقضيه الفلسطينيه. دونك خرج بطبيعه الحال واحد العدد بطبيعه الحال ديال الناس، كر وفر شغب كبير من الجماهير ديال مكابي، منها اللي تلاح في الواد كاع خوفا بطبيعه الحال، ومنهم واحد الاخ انا غنوريه لكم دابا اللي اضطر انه يقول تحيا فلسطين، هو من المشجعين ديال مكابي اضطر انه يقول تحيا فلسطين عاد باش جبدوه المغاربه من تما. كيف ما قلت لكم المغاربه عندهم جوج القضايا، القضيه الاولى اللي هي القضيه ديال الصحراء المغربيه، والقضيه الثانيه اللي هي القضيه ديال الاخوان ديالنا في فلسطين، القضيه الفلسطينيه. فخرج واحد العضو في المجلس ديال البلديه ديال امستردام ووصل واحد الرساله للعمده ديال امستردام اللي سميتها فينكما هالسما كنظن فينكما شي حاجه، فوصل لها واحد الرساله وانا غنحاول نعطيكم المختصر ديالها وغنديرها لكم في الاخر ديال هذا الفيديو. الرساله كتقول بانه كيشرح بالديتاي السبب ديال داكشي اللي وقع البارح خلافا لما يروج، فالسبب كان هو عدم تدخل الشرطه الهولنديه في الشكايه اللي دارها المواطن المغربي بعدما تعرض للاعتداء من طرف الجماهير ديال مكابي، خصوصا انه وصل لهم الشكايه واثار انه يقول لهم تحيا فلسطين بطبيعه الحال واخا ما خافش منهم هما اربعه. والسؤال الثاني اللي طرح على العمده ديال امستردام هو قال لها لو كانت الواقعه وقعات للمشجعين مثلا المغاربه، لو كانوا المشجعين المغاربه هما اللي تعرضوا لهذا الشيء واش كانت الشرطه الهولنديه غادا تتحرك او ما غاداش تتحرك؟ على العموم هذه هي الواقعه وما فيها. تضامنوا بطبيعه الحال المسلمين كلهم في هولندا، ما كانوش غير المغاربه، كانوا المغاربه بطبيعه الحال تضامنوا الباكستانيين، تضامنوا التواركه، بطبيعه الحال المسلمين ديال هولندا متضامنين. وحنا كنعرفوا كاينه واحد الجاليه كبيره من المملكه المغربيه في هولندا. دونك الاحداث عندها علاقه بجوج ديال الاحداث، ولكن ما عندهاش علاقه مباشره مع الحدث ديال الدرابو اللي شفنا، لا عندها علاقه مع الحدث الثاني واللي ما كيهضر عليه حتى شي واحد، اللي هو الحدث اللي وقع في الطاكسي واللي مولاه مغربي وبطبيعه الحال كيتضامن مع خوتو فلسطين وكيبغي الاخوان ديالو.